السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ وحشتوني طبعا. زي ما احنا شايفين كده النهارده هنعمل مع بعض صينية سمك. الصينية دي طبعا بتحتاجي لها طماطم، بصل، توم، ملح وفلفل، كمون، كزبرة ناشفة، ليمون. فاحنا دقينا التوم وحشينا السمك كده، حشينا السمك من جوه توم، وبعدين حطيت له من الخلطة دي اللي هي بصل وطماطم وملح وفلفل بكمون وفلفل اسمر. وطبعا التوم لازم تكون دقاه. بس هنسيبها كده على النار كده شويه، وبعدين طبعا هننزل بقى فين في الفرن. انا عملتها طبعا بس هي طريقه سهله يعني. بتقطعي الطماطم وتقطعي عليه البصل، وبعدين تنزلي طبعا بالتوابل بتاعتك والليمون، وتحيقي السمك، وبعدين ترصي طبق الطماطم من تحت، وبعدين تحطي السمك، وبعدين تحطي طماطم تاني زي ما احنا شايفين كده. تطلع معانا بالشكل الجميل ده. طبعا هي انا لسه حطاها دلوقتي، تبتدي تغلي بس كده شويه، وبعدين ادخلها الفرن. خليكم معانا نبقى مع بعض خطوه خطوه، خليكم معايا. زي ما احنا شايفين كده اهو بدات بتغلي معانا. طبعا هنسيبها تغلي كده يعني لغايه لما يبقى مفيهاش اي سوائل خالص، وبعدين طبعا ندخلها الفرن. زي ما انتم شايفين كده هي بدات كده تدخل في السوا. هنسيبها طبعا لغايه لما ندخلها الفرن ونشوفها مع بعض بعد كده تبقى شكلها. طبعا زي ما انتم شايفين كده احنا نزلناها كده من على البوتاجاز ودخلناها كده الفرن. هندخلها بقى الفرن ونقفل عليها. هنشوف بقى لما بقى تستوي جوه الفرن هتبقى شكلها طبعا هي زي ما انتم شايفين في الفرن اهي زي ما قلت لكم. حطينا بصل، حطينا طماطم، حطينا ليمون، حطينا زيت، ملح، فلفل، شطه، حطينا كزبره ناشفه، حطينا توم. وزي ما انتم شايفين كده الصينيه بتاعتنا طبعا هتبقى جميله. بتدق التوم، وبعدين بتحيقي السمك، وبعدين بتقطعي كل الطماطم الخضره بتاعتك دي، الخضروات دي كلها مع بعضها، وبعدين بتحشي السمك وبتحطها على عين البوتاجاز شويه، وبعدين بتدخلها الفرن زي ما احنا شايفين كده. هي كده بدأت ان هي يعني الفرن طبعا سخنة، هتبتدي طبعا تاخد وش كده وتتحمر، وبعدين نطلعها زي ما احنا شايفين كده. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي بدأت ان هي بتغلي اهي كده خلاص، يعني وشها بيتحمر. فطبعا كده خلاص يعني شوية تاني 5 تاني كده واقفل عليها. بس لونها هيتغير، شايفين كده؟ شايفة كده باين ولا لأ؟ لونها طبعا هتاخد وش من فوق كده بقى، حاجة بسيطة باينة، حاجة بسيطة بس وخلاص هنقفل عليها. زي ما انتم شايفين كده حضراتكم كده ده السمك بتاعنا كده طلعناه من الفرن، وده غدانا النهارده. اتمنى طبعا انه يعجبكم. متنسونيش في اللايك وتفعيل الجرس والاشتراك عند كلمة الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.